بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل عيش بلحمه. معانا مقادير العجينه: دقيق وملح وخميره وميه. حطينا الدقيق، هنضيف عليه الملح والخميره ونقلبهم مع بعض، وبعد كده هنضيف الميه شويه بشويه، مش هننزل بالميه مره واحده عشان العجينه متطلعش مننا طريه. هنبدا نقلب فيها، نضيف لها شويه ميه كمان ونقلب برضو. هنا برضو احتاجت شويه ميه تاني. هنبتدي بقى نعجن. هنفضل نعجن فيها لحد ما العجينة تتلم معانا وتدينا عجينة طرية وناعمة. عشان توصلي للقوام ده بسهولة اعجنيها شوية وسيبيها شوية 5 دقايق كده، وتعالي عجنيها تاني هتتكون معاكي بسهولة عجينة طرية وناعمة. وهنا كده كنا خلصنا العجن. ده شكلها. بعد كده هنغطيها ونسيبها تخمر قبل ما نحضر بقى ان شاء الله الحشوة بتاعة العيش. هنا معانا الحشو: لحمة مفرومة وبصل وخضرة، ملح وفلفل اسمر وطماطم وفلفل اخضر، توم في الكبة. ده شكلهم بعد ما نضربهم. هنضيفهم على اللحمة ونضيف الخضرة والملح والفلفل. متحاوليش تضيفي توابل كتير عليه يعني عشان يديله طعم حلو، كفاية قوي الملح والفلفل. هنبدأ نقلبهم في بعض عشان المكونات كلها تدخل في بعضيها. هنا فضيتهم في حاجة واسعة عشان اعرف اقلبهم كويس، وتبدأي تعجنيهم كده اكنك بتعجني عيش عشان المكونات كلها تتماسك مع بعضيها. وده شكلها بعد ما خلصنا. وده كان شكل العجين بعد ما خمر. هنبدأ نشكله على شكل كور، ونحاول ان احنا نخلي كلهم مقاس واحد. هو العيش ده ليه كذا مسمى، في ناس بتقول عليه حواوشي، بس الحواوشي الاسكندراني بيتعمل بالعيش الفرن البلدي. ده بقى اسمه عيش بلحمة عشان احنا بنعمل له عجينة. اهوت كورناه كله. هنا بقى هنبدأ نفرده. كل ما العجينة ارتاحت معاكي هتديكي نتيجة افضل في الفرد، مش هتتعبك. اهم حاجة ان انت تستخدمي العجين كويس وانت بتعجنيه عشان يديكي نتيجة افضل، وتسيبيه برضو يرتاح كويس. بحاولي ان انت تخلي السمك بتاعه رفيع، ما يبقاش تخين عشان يطلع معاكي العيش حلو. هنا هنبتدي نحط فيه اللحمة، هنوزعها فيه بالشكل ده. وانا بحب اعمل العيش كده نصين علشان الولاد يعرفوا ياكلوه، مفيش حاجه تقع منهم، بيبقى اسهل في الاكل واحسن. لكن انتي لو حابه ان انتي تعمليه مدور عادي وتحطي اللحمه وبعد كده تحطي فوق منه رغيف تاني، مفيش مشكله، كل واحد حسب ذوقه. اهوت كده قفلنا عليه. هنقفل بقى بالشوكه من الجناب، مفيش حاجه تطلع. هنعمل معاك واحد تاني برضه اهوت عشان تشوفوه.
هنبدأ نفرد فيه. وعلى فكرة يا جماعة سهل، مفيهوش اي مشكلة. انتي لما تعمليه في بيتك احسن وانضف واوفر من بره بكتير. هتعملي كمية لولادك احسن ما تشتريه من بره. اهوت بدأنا نفرد فيه برضو. هنوزع عليه اللحمة. نستخدم المعلقة علشان ايدينا ما تتبهدلش لما نيجي نبطط تاني، ما نبهدلش العجين. هنقفل من الجناب تاني بالشوكة. نقفل عليه كويس ونبدأ نخرمه عشان لما نحطه في الفرن يخرج الهواء الزيادة اللي فيه. وده شكله بعد ما خلصنا حطيناه في الصينية. هنجهز بقى معلقتين زيت وندهن الوش بتاعه عشان يبقى بيلمع وشكله حلو. في ناس على فكرة بتحب البطاطا على الزيت، بس انا بحب البطاطا عادية، بحس انه افضل. اهوت هنا دهنا الوش اهو بالزيت. هناخده بقى ندخله في الفرن، وده شكله في الفرن. انا بخبز في الفرن الغاز، انت عادي ما عندكيش فرن غاز، اخبزي عادي في فرن البوتاجاز بتاعتك. هتحطي الصينيه على قاعده الفرن، ولما تتنفخ كده تيجي رافعاه تحت الشوايه عشان يحمر. وده شكله بعد ما استوى. جربوه بقى وقولوا لي رايكم فيه. وان عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه، فعلوا علامه الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهو ده شكله من جوه متفرغ اهوت، واللحمه ماسكه فيه موعدش ولا حاجه. ان شاء الله جربوه ويا رب يعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.